اهلا وسهلا، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم ان شاء الله باذن الله راح اسوي معاكم كريسبي الهمبرجر بطريقه مره سهله وبسيطه. لا تنسوا زر الاشتراك في القناه واللايك والشير. يلا خلينا نبدا. طبعا عندي هنا همبرجر الدجاج، راح ابدا اقليه بالزيت. طبعا عندي هنا كمان خبز الهمبرجر، راح ابدا افردها بالفراده مثل ما موضح في الفيديو. طبعا كمان راح اسوي معاكم صوص الهمبرجر. راح يكون عندي هنا كاتشب، وراح اضيف كمان عليه المايونيز. دحين راح ابدا اخلط. طبعا عندي هنا خبز الهمبرجر اللي فردته بالفرادة، راح اضيف عليه برجر الدجاج، وراح اضيف عليه كمان فوقه جبنة الشيدر، وراح اضيف عليه الصوص اللي سويته معاكم. طبعا عندي هنا موية، عندي هنا الخبز الهمبرجر، راح امسح الاطراف بالموية واجيب الخبز فوقه، وراح اضغط عليها بالجوانب عشان تمسك كلها مع بعض. شايفين كيف صارت دحين؟ صارت جاهزة معنا. راح اغمسها باللبن، وبعدين عندي كورونا فريكس راح اغمسها عليها. طبعا عندي هنا الزيت، راح اقليها بالزيت. طبعا بكذا اقدر اقول لكم بالعافية عليكم. اتمنى اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الضغط على زر اللايك، وبالعافية عليكم.